أعزائي المشاهدين، طبعا مساءكم بكل خير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من الآخر. ضيفتنا النهاردة في الحلقة فنانة مثقفة احترمت نفسها على مدى تاريخها الفني فاحترمها الناس. شعرت بمسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع وتجاه الناس وتجاه البسطاء تحديدا، فوضعها الناس أيضا في قائمة الفنانين المحترمين. ومن الحاجات اللي المفروض يعني دايما نؤكد عليها انه فيه كثير من الفنانين الملتزمين في مصر اللي ساهموا في إثراء الحركة الفنية والثقافية على مدى 100 عام مضت. ضيفتنا نقدر نقول انها مش كثيرة الظهور في البرامج، وتقريبا ما بتحبش تظهر الا اذا كان فيه سبب او مبرر موضوعي للظهور. علشان كده يمكن برضك نأكد نقول ان نحن الذين سعينا اليها. فنانتنا هي الأستاذة والفنانة والمثقفة آثار الحكيم. أهلا بكم من جديد وأهلا بالفنانة الكبيرة الأستاذة آثار الحكيم. أهلا بك يا فندم. يمكن المناسبة اللي خلتنا اتصلنا بالأستاذة آثار إنها كانت ضيفة شرف في جمعية الفيلم وفي مهرجان السينما، وده كان تقليد جديد إنه جمعية فيلم بتحدد فنان تكرمه على مشوار الفني، وكانت الفنانة آثار الحكيم هي يمكن أول شخصية أو أول فنانة تم استضافتها كضيف شرف وتم تكريمها على مشوارها الفني الممتد في جمعية الفيلم. أهلا بيك يا فندم. ميرسي، أهلا بيك. أنا بس كمان كنت عضو لجنة تحكيم في نفس المهرجان. في نفس المهرجان. وكان لتاني أو تالت مرة الحقيقة، يعني كنت برضو معاهم من يمكن أكتر من 10 سنين أو حاجة كلجنة تحكيم برضو. وهو الحقيقة الأستاذ محمود عبد السميع يعني إيمانه بهذا المهرجان على مدى 39 سنة مهرجان عريق الحقيقة. يعني ده اللي مخليه مكمل ومثابر حتى في ظل هذه الظروف بصراحة يعني. طيب عموما احنا نشكرك على يعني الاستضافة وقبولك الدعوة انك تكوني ضيفتنا في البرنامج، ونبتدي بقى معاكي يعني ايه المشي على الأشواك في حوار نتمنى ان احنا نخرج منه بأشياء كتير كويسة. أسأل فنانة آثار الحكيم، يعني بداية هقول انك انت اعلنت تقريبا اعتزالك الفن او التمثيل يعني، لكن اكيد لن تعتزل الفن والحياة الفنية والاهتمام بالفن، لانك بالتأكيد مؤمنة جدا برسالة الفن في مصر وفي العالم يعني. لكن اكيد الجمهور من حقه يعرف انت ليه اخذت هذا القرار. هو الحقيقة القرار ده كان متأرجح يعني زي ما بيقولوا على مدى ال10 سنوات الماضية. وكنت زي اللي بتلكك يعني لما يجي سيناريو مثلا فابقى اقول يا رب يطلع وحش، يعني اللي هو مش عايزه انزل اشتغل، لانه الهوايه تحولت الى عبء بالنسبه لي. بقيت انه مثلا ممكن اقضي 2 3 بقرا البروفا، قراءه السيناريو زي ما اتعودت يعني مع عظماء زي الاستاذ اسامه انور عكاشه او الله يرحمه الاستاذ اسماعيل عبد الحافظ. فبقيت الاقي نفسي ان انا الوحيده تقريبا اللي بعمل بروفا مع المخرج او المؤلف. وبعدين اصبح انه مثلا زيزينيا صورنا في 11 شهر، نحن لا نزرع الشوك في 10 شهور. دلوقتي بقى المنتج علشان يعني يحاول يوفر في المصاريف اكتر فيصور العمل قبل رمضان ب3 4 شهور، فيبقى في دبل اوردر كل يوم، بقى في ارهاق، بقى في عصبيه، بقى في انه المخرج يبعت المساعد يصور في مكان والمخرج يبقى بيصور مثلا في الاستوديو. وصل اكتر من كده انه مثلا عمل فني زي مثلا مع نجمه كبيره زي ناديه الجندي، انه يبقى 2 مخرجين في عمل واحد، فكل مخرج ليه رؤيه وليه ايقاع وليه احساس بالسيناريو. فانا حسيت انه المهنيه الحقيقه بتتدهور، فكان القرار رايح جاي ما بين او لا. ف
يعني فجأة كده قلت لا أنا مش قادرة بقى، ما خلاص. بقتش مستمتعة يعني. طيب، لان انا يعني كنت بتكلم مع صديق فقال لي احسن تكون يعني الاسلاميين دخلوا من الباب، هي طلعت من الشباك قالت لك مش شغاله. ليه واحنا مش اسلاميين كمان؟ مش لا، احنا حضرتك اسلاميين. اسلامي وانا مسلمه الحمد لله طول عمرنا، والشعب المصري متدين طول عمره، وكل يعني الشعب الدين مش ضد مؤمنين. الفن زي ما البعض بيروج يعني؟ مين اللي قال كده؟ يعني في بأمارة ناس ايه؟ نعتبرهم من غلاة المتشددين او المتفقهين يعني. ما هو شفت كويس؟ حضرتك قلت او المتشددين. طبعا المتشددين. لكن الإسلام إسلام الوسطية. الشعب المصري شعب وسطي على مدى 7000 حضارة عظيمة. فمش ده اللي هيبقى السبب انه انا بالنسبة لي يعني انه يرتبط بأي تغير في حياتي ايا كان. ما فيش اي تغير يعني. خاصة انه يعني الناس اعتادت لما بتعتزل فنانة فبتتحجب، وبعد شوية بتطلع برنامج ديني بتبقى داعية. لا طبعا هو انت مع تقريبا احترامنا حتى انه مع احترامنا انه في البعض ممكن يعني بيبقوا عاملين ده الله اعلم بالنيات. في محجبات من غير ما يعتزلن، في محجبات ورجعوا تاني فكوا الحجاب من زمان، من عشرات السنوات. ملهاش علاقة بوجود إسلاميين دلوقتي، فلأنه سواء الحجاب سواء الصلاة سواء الصوم سواء الكذب سواء كل الأمور دي هي أمور ربي سبحانه وتعالى، دي علاقتك العبد بالرب هو اللي بيحاسب عليها. هو مش شايفك أنت هتصلي ولا لأ، أنت حاطة الحجاب عشان تستعمليه في حاجات أخرى ولا إيه. يعني دي ملهاش علاقة الحقيقة بالنسبة لي أنا بحكاية الاعتزال. طيب، النهائي قبل ما نخرج من الكلام عن السينما والفن، برأيك لو في فيلم أو عمل فني بيتناول مصر ما بعد 25 يناير حتى هذه اللحظة، تعتقد العمل ده هيكون يعني عمل تراجيدي ولا كوميديا سوداء ولا ايه بالظبط؟ سؤال لذيذ جدا. هيبقى ميلودراما قوية جدا، اللي هي يعني عارف كنا دايما نضرب المثل بالميلودراما بتاعت حسن الإمام الله يرحمه. بس ممكن يبقى أجزاء منه كوميديا سوداء جدا، وممكن جزء منه يبقى مسرح الأبسورد أو اللامعقول. هو هيبقى عمل يحتوي على كل حاجة، على كله. طبعا. الماستر سين ايه في العمل ده بقى؟ الماستر سين هيبقى ان شاء الله هيبقى انتخابات رئاسية مبكرة. ده العمل ده هيستمر، هيتعمل بعد شوية يعني ده هيبقى الماستر سين، لانه ده مطلب شعبي، وده بقى حل وسطي لحفظ ماء الوجه عند الجميع واكيد لصالح الجميع. طب اسمحي لي اسالك يا مدام اسرار، يعني انا مهمتي هنا اكيد ان انا اعارضك كتير واختلف معاك كتير، ده مهمه فكره برنامج يعني. حضرتك بتقولي ده مطلب شعبي. انا لو مكان الاخر هقول يعني مين قال انه شعبي؟ هل انت بتمثلي الشعب، بتتكلمي بلسان الشعب؟ طبعا لان انا رحت اديت صوتي. انا طبعا ما اديتش صوتي لا لمحمد مرسي ولا لاحمد شفيق، اكيد انا ابطلت صوتي وكتبت في البطاقه يسقط حكم المرشد ويسقط حكم العسكر، مع احترامنا طبعا للجميع. لكن عندما تمت الانتخابات محمد مرسي كرئيس الجمهورية، وهذا الصندوق الذي يتشدق به محمد مرسي أو جماعته أو الإسلاميين أو من يوالي محمد مرسي، أتى عن طريق نظام الديمقراطي، النظام الديمقراطي. ولكن مع الإعلان الدستوري الديكتاتوري في 21 نوفمبر 2012 تحول النظام الديمقراطي إلى نظام ديكتاتوري. لأنه لما يجي من يتولى منصب الرئاسة ويقول أنا هحصن نفسي من أي حد يتعدى على قراراتي، أو إن أنا اللي هعين كل الأجهزة التنفيذية والرقابية ومحدش رقيب عليا، وأنا اللي هحصن اللجنة التأسيسية ومجلس الشورى، إذا أنت تحولت إلى نظام ديكتاتوري مباشر، عكس تماما النظام الذي اخترت على أساسه وهو النظام الديمقراطي. فأنت عفوا اتمسكنت لحد ما اتمكنت، هذا لا يصح. إذا أنت لا تحترمني كشعب أو ناس آملوا فيك عن حق ومن كل قلبهم انه بجد يبقى في نظام ديمقراطي ويبقى في بجد مشاركة.
وده كان موثق بخط ايد كمان محمد مرسي في اتفاق الفيرمونت. طيب انا عندي اتفاق الفيرمونت المثقفين. ده، يمكن تسمحي لي اقطعك، يعني في وجهة نظر انه كمان الذي ساعد على وصول الامور الى ما هي عليه الان ان يعني نخب المثقفين والفنانين خانوا هذا الشعب. الفنانين في نخب، يعني انا لما اجي اقول الاستاذه اثار الحكيم، انا شخصيا مثلا بحترمها جدا وناس كتير اكيد بتحترم حضرتك، لكن ما اتكلم عن نخب، النخب دي سواء نخب مثقفين عامه موجودين في الفن وفي غير الفن، ايام مبارك هم ساعدوا على استمرار نظام مبارك، ومع بدايه التغير بعد الثوره لم يكن لهم موقف واضح، بل بالعكس ربما ما تشكي منه الان هنقول والله اتفاق فيرمونت مثقفي مصر وقفوا الى جانب الرئيس مرسي، فلماذا يتوجعون الان؟ لانه زي ما قلت لك الاتفاق اللي كان مع مرسي اتغير، الاتفاق اللي مضى عليه كل الناس اتغير، الاتفاق نفسه حتى جماعة الإخوان اللي مضت عليه السنة اللي قبلها في وجود المجلس العسكري أيضا، اللي أيضا برضو سلمهم الثورة، مع وثيقة الأزهر اللي كل إجماع كان ماضي عليها أيضا اتغير. إذا ما فيش كلمة واحدة يوثق في كلامهم فيها. وكان آخر أمل ده هو اتفاق الفيرمونت اللي حصل، وده كان بعد قفل السنة دي الانتخاب والترشيح للرئاسة في الإعادة. لكن النخب اللي حضرتك بتتكلم عنها ما هم اللي كان الكثيرون منهم اللي كانوا في أيام مبارك بيكتبوا في المعارضة، اللي كانوا أيام مبارك كان منهم رضا هلال اللي عفوا اتدفن في الجير الحي، عفوا كان منهم اللي عملوا حركة 9 مارس وحركة كفاية وشباب 6 إبريل. ما هو دول المثقفين اللي كانوا واقفين جنب الشباب وبالشباب اللي قوم هذه الثورة. دلوقتي أيضا المثقفون والنخب، بس هو في جزئية عفوا في حكاية الفنانين، لأنه الحقيقة يعني ممكن حضرتك تغني في بيتك في الحمام يبقى صوتك جميل بتتذوق الفن، لكن ده مش شرط أبدا أنك تمارس الفن، أنك تبقى مطرب محترف. نفس الحكاية السياسة، مش مطلوب من الطبيب مثلا، من المهندس، من الفنان أنه يبقى محلل سياسي. ممكن نبقى متابعين للأخبار السياسية زي كل أفراد الشعب، لكن مش مطلوب من الفنان أنه يبقى متخصص في السياسة، أنه يبقى أنا ربما اهتمامي بالسياسة من زمان من قبل الثورة، لأنه دي بتبقى هوايات، زي بالظبط اني احب اغني لكن مش هطلع احترف. وحضرتك انا مش بقول تخصص، لكن على الاقل الناس يعني تتوسم فيهم انهم عندهم راي، يعني فلا يحجبوه، يعني يمكن الناس لا يحجبوه، دي حاجه ثانيه. يعني من الفنانين مثلا عدد قليل اللي الناس شافتهم على مسرح الاحداث كده يعني اثناء وبعد الثوره، لكن في ناس اسماء كبيره قوي، الناس شيء طبيعي، انا ما دام بحب الفنان ده بقالي 30 سنه من حق اعرف وراه ايه في اللي بيحصل، يعني مظبوط، ما بسمعلوش صوت خالص، ومن حقك تعرف انه الاطباء المشهورين برضو اكيد ليهم اراء، ممكن البعض منهم يقولوا زي الدكتور العظيم محمد غنيم او الدكتور ابو الغار، وفي اطباء كثيرون اخرون وعباقره وليهم اراء سياسيه مش لازم انهم يقولوها. لكن انا معاك انه الفنان قدوه وبيقلد، وفي ناس بيبقوا عايزين يعرفوا رايه. لو ما كانش أي إنسان مذاكر كويس ما يحدث ومتابع بدقة ما يحدث يبقى هتؤخذ عليه. فهنرجع لحكاية أنه النخب أيضا لهم دور، طبعا لهم دور، وكان الحقيقة دورهم على مدى 1.5 سنة أثناء المجلس العسكري وجوده كحاكم. وهنقولها للمرة المليون أنه الجيش مؤسسة أخرى محترمة على رأسنا من فوق غير من يحكم سياسيا. ده يعني ده قعدوا 1.5 سنة يقولوا الدستور أولا، وجماعة الإخوان تعارض والإسلاميين يعارضوا، وقالوا لا، انتخابات مجلس الشعب أولا. فإذا من يملك القرار ومن يملك السلطة هو اللي في إيده يقول والله الدستور أولا أو الانتخابات أولا، ومن كان يملك كان المجلس العسكري. إذا النخب ما بطلوش كل أسبوع مليونيات علشان الدستور أولا، وعشان يعني أنا منساش يافطة 14 متر مكتوب فيها طلبات الثورة مكررة، لأنه الإعلام تاني اللي هو طب انتوا ايه طلباتكم، طب والنبي عايزين ايه،
كتبوها لهم على 14 متر قماش: طلبات الثورة، استقلال الإعلام، استقلال القضاء، تطهير الداخلية، دستور أولا، انتخابات برلمانية بعدها، انتخابات رئاسية بعدها. إذا النخب ما توقفوش. طيب مدام أسارة، أسألك ما دمنا بنتكلم على المؤسسة العسكرية، الدعاوى يعني أن يلعب الجيش دور سياسي مرة أخرى، يعني أنت برأيك إيه فيها؟ لا، الجيش حاميا وليس حاكما طبعا. طبعا يعني انا ضد الفكرة، كلنا يعني ضد لا، الفكرة. انا مع الفكره في وجود مجلس انتقالي مؤقت مدني. يبقى زي ما كان المجلس العسكري برئاسه المشير طنطاوي وسامي عنان كانوا 19 لواء، يبقى في مجلس انتقالي مؤقت. والله لو 6 شهور فقط الدنيا هتتعدل تماما. لكن على اي اساس يكون في مجلس انتقالي؟ ما انا هقول لحضرتك هيصطدم بالدستور، هيصطدم لا، ما انا هقول لحضرتك اولا هذا الدستور باطل، لانه من خلال لجنه تاسيسيه باطله، لانه من خلال اعلان دستوري ديكتاتوري في 21 نوفمبر باطل. مش في قضاء واحنا مثلا بنقول والله اذا كنا دوله قانون، يعني احنا في مش دعاوى مين قال ان احنا دوله قانون؟ احنا لو كنا دولة قانون صحيح ما كانش يطلع الإعلان الدستوري بتاع 21 نوفمبر. عفوا هفكرك بمشهد أعتقد كتير مننا نسيه. تذكر حضرتك يوم ما محمد مرسي حلف قدام المحكمة الدستورية العليا: أقسم بالله العظيم أن أحترم القانون والدستور. تتذكر حضرتك والسادة المشاهدين أنه كان في إصرار أنه ما يتصورش هذا اللقاء على الهواء مباشرة، ولولا القضاة الشرفاء أعضاء اللجنة الدستورية العليا وبالتحديد السيدة تهاني الجبالي أصرت أنه يتصور ويعلن تلفزيونيا. ده على طول لما بسترجع هذا المشهد بتعرف على طول ان دي كانت نية مبيتة ان لا يحترم القانون، وان تتفك المحكمة الدستورية العليا، وانه الدستور ايضا يتعمل على مقاس جماعة الاخوان المسلمين. فبالتالي انت قدام مشهد متبيت له من يوم الحلفان، فالقانون لا يحترم. طيب لو القانون بيحترم يبقى ازاي بتفرض عليا نائب عام بشكل غير قانوني؟ انا مش مع السيد عبد المجيد محمود قطعا، وكنا من ضمن مطالب الثورة ايضا، لكن انت كمان بتطلعه بطريقة غير شرعية ايضا او غير قانونية، وبعدين بتكتشف خطأك زي خطأك اللي قبلها اللي كان مع رجوع مجلس الشعب اللي بالقانون برضو مخالف للقانون. نعم. فبتكتشف خطأك وتتصور قدام الكاميرات وانت بتبوس عبد المجيد محمود وتحتضنه، وبعدين ترجع مبيت له النية تاني انك تطلعه بهذه الطريقة مخالفة للقانون. طيب مدام أسار، احنا قدامنا نقاط كتير فعايزين نجري يعني بالنسبة للمرأة، ودي من الحاجات اللي يمكن انت منشغلة بيها كتير. المرأة مشاركتها في الثورة كانت فعالة ومؤثرة جدا، وكان حضورها قوي جدا جدا، لكن نصيبها بعد الثورة ربما كان محدود وأقل كتير من الطموحات اللي هي لا من فضلك حدد، مش بعد الثورة، بعد تولي محمد مرسي يعني الرئاسة. لا معلش، مش بعد الثورة. بعد الثورة لا معلش معلش طول الثورة المرأة كان ليها وجود قوي جدا، كان لها وجود. لكن حضرتك اذا كنت تقصدي ما تعرضت له، ما هي كمان مجلس عسكري تعرضت لمشاكل يعني طبعا في امور طبعا كتير من اول كشوف العذريه من اول يعني الثوره. بس لكن خلي السؤال في العموم، يعني حتى هذه اللحظه ما علقت عليه المراه من طموحات كبيره جدا من الثوره، يعني رصيدها في الاخر اعتقد كان محدود جدا. هو الحقيقة أنا ما بحبش التفرقة وما بحبش التصنيف، لأنه المرأة والرجل هم إنسان، هم كيان واحد، هم المجتمع. مش بس المرأة، طب فين الشباب بتوع الثورة؟ فين حق الأطفال حتى؟ المرأة للأسف اللي هو يحيوها جدا وبشدة ويشدوا من أذرها لما تنزل طوابير طويلة في أيام الانتخابات ويقولوا برافو نظام ديمقراطي والمرأة في طوابير الانتخابات. ويوم ما تنزل في تظاهرة في ميدان التحرير أو في أي ميدان يطلقوا عليها من يتحرش بها مع سبق الإصرار والترصد،
علشان يخوفوها، علشان ما تنزلش تاني. وفي الدستور يهمشوا دورها، وفي القوائم الانتخابية يبقوا عايزين تتحط في آخر ديل القائمة. لكن البعض بس ممكن يرد ويقول كان في قضايا تحرش كتير مثلا قبل الثورة، يعني خاصة في الأعياد وفي المناسبات. يعني إذا كان في ظاهرة اسمها التحرش فهي موجودة قبل وبعد، لكن إيه الفرق بين قبل وبعد في رأيك؟ الحقيقة ما فيش فرق، لأنه أي حاكم فاسد أو فاشل أو ديكتاتور هذا كارت سياسي بيلعب بيه، زي كروت كتير جدا سياسية بيطلعها في الوقت المناسب، إنما هي كروت محطوطة ومعروفة جدا. من ضمنها هذا الكارت، كارت التحرش، علشان يخوفوا الستات انهم ينزلوا، انهم يشاركوا، عشان يخوفوا الرجال على. جابت نتيجة الحكاية دي؟ ولا هتجيب نتيجة. طيب. بس هي جابت نتيجة في حاجة، انها بتكشف هذا الحاكم الفاسد. والدليل على ذلك مثلا في الايام بتاعت بورسعيد، بعد محاكمة الالتراس بتاعت الاهلي، ومن استشهد في عصر محمد مرسي، سواء بعد الحكم او اثناء الجنازة اللي كانوا ماشيين في الجنازة، فورا بعد ما الداخلية اختفت، ولا ظاهرة تحرش واحدة، ولا ظاهرة قنص واحدة، ولا ظاهرة سرقة واحدة. أسبوعين كاملين، عفوا، نعم، مفيش. أسبوعين كاملين اعتصام في بورسعيد، مفيش حادثة واحدة حتى قبل نزول الجيش الحقيقة المحترم. طيب اسمحي لي هنتوقف كده، يمكن هنشوف فيها والمشاهدين يشوفوا زيارة لحضرتك لمدينة النور والأمل كانت للمكفوفين. فهنشوفها. يمكن ده اعتقد ان ليك اهتمام كبير في المرحله اللي جايه هيكون ببعض القضايا الاجتماعيه، فهنشوف التقرير ده ونرجع تاني نكمل حوارنا مع الفنانه آثار الحكيم. عندهم ومش اي موسيقى، الموسيقى الكلاسيكيه ده الفريق على مستوى العالم كله، مش بس على مستوى مصر ولا الوطن العربي ولا الشرق الاوسط ولا قاره افريقيا ولا قاره اسيا، ده على مستوى كل القارات، على مستوى العالم كله. فطبعا ده شيء عبقري سبحان الله، انه يعني ربنا بيختص البشر بمواهب معينه وبفروق عبقريات معينه. حاجه الحقيقه ما شاء الله عليهم، يعني ربنا يزيدهم نجاح. اهلا بكم من جديد. استاذ آثار، زيارتك للمركز المكفوفين في النور والامل، لو حبينا نربطه ب يعني ربما الحاله الضبابيه جدا الناس عايشه فيها، هل ممكن بصيره المكفوفين نقول تدينا امل، يقول لنا انه النور قادم؟ ده اكيد الامل هيفضل موجود لاخر ليوم الحساب، يعني ده اكيد. ويعني أنا مؤمنة جدا أنه لا يضيع الله حق وراءه مطالب. فالأمل هيفضل موجود وما دمنا بنطالب بحقوقنا. ومهما حاول أي حاكم أنه يكسر، خصوصا في هذه الثورة العظيمة وفي الشباب الثوار الرائع، يعني زي ما بيقولوا بالبلدي كده، المتغطي بالسلطة عريان والمتغطي بالأمريكان أو إيران عريان، لكن المتغطي بالشعب والمتغطي بالشباب بجد ده اللي بيكسب. دفيان. طبعا دي حقيقة، دي حقيقة. طب أسأل حضرتك، يعني لو قلنا إنه يعني فيه عمل فني تتمني تترجمي فيه دور امرأة متمردة على
الأوضاع الاجتماعية والسياسية في بلدها. هل في ذاكرتك عمل أدبي معين لأي كاتب كان، سواء يعني عربي أو غير عربي، من الممكن ان هو نقول بالظبط ممكن يترجم الحالة اللي احنا فيها دي؟ لا يترجم الحالة، لا، لأنه الحالة اللي احنا فيها مش موجودة في أي حتة بصراحة. يعني احنا كنا لسه بنتكلم عن التحرش من شوية. الحقيقة التحرش، احنا في عصر التحرش بصراحة. يعني التحرش بالشباب حتى اللي بيغتصبوا في المعتقلات وبيعذبوا حتى الموت، التحرش بالأطفال. يعني احنا في عصر بيقولوا في التحرش. تقرير دولة احنا تاني دولة بعد أفغانستان في معدلات التحرش. يا للفخر. لكن تعتقد ايه العلاقة ما بين ان يكون اكبر دولتين فيهم تحرش وفيهم انظمة اسلامية؟ لأنه الحكاية مش الإسلام، الحكاية مش الدين خالص، ولا أي دين. يعني حتى في أوروبا لما كان حكم أيضا ديني مسيحي، ما هو كانت نفس الحكاية يعني. لكن عندما يكون في دين حقيقي، ما انت احنا أيام السبعينيات سواء اختلفنا أو اتفقنا على السادات أو على عبد الناصر. يعني هسأل حضرتك، هل عمر كنت تسمع عن كلمة بلطجي؟ هل كنت عمرك تسمع عن كلمة أطفال شوارع؟ عمرنا كنا نسمع عن كلمة شباب مدمن، 8 مليون شاب مدمن؟ عمرنا كنا نسمع عن العشوائيات؟ كل ده نتاج نظام فاسد سابق، إجرامي، قاصد أنه يقتل هذا الشعب صحيا وعلميا وعلى كل المستويات. فهذا النتاج هياخد سنوات أخرى، والإخوان أيضا من هذا النتاج ال 30 وال 40 وال 50 سنة السابقين. لأنك لما تكبر على أنك خايف، وطبيعي أنك تبقى خايف لأنك دايما بتعتقل، الخوف بيضطر الإنسان أنه يكذب، واعتياد الكذب بعد كده الإنسان ما يحسش أنه بيكذب. لكن كل حركات المقاومة كانت حركات سرية يعني في التاريخ يعني. فالحركات السرية كلها أوقات يعني بتتخفى وراء أشياء ربما مش حقيقية، لكن علشان تظل تضمن نفسها الاستمرارية يعني. حسب هدف الحركة السرية دي إيه؟ لأنه لما يبقى هدفك فقط جماعتك مش الوطن، فبالتالي أنت بتعمل في سكة تانية خالص. لا تفلح، لا تفلح ولن تفلح. لأن ما دمت عايش على هذه الأرض، من حقك أنك تعيش هذه الأرض بكل حقوق كل الآخرون معك، لكن أنك تستغل هذه الأرض فقط علشان أهداف جماعتك لوحدك، لا يستقيم الأمر ولا يعيش. لكن ولا أي يستمر. محلل سياسي سواء يعني حتى في العالم يعني بيقولوا رغم المعارضة المصرية اللي موجودة دلوقتي ضد النظام الحالي، إلا أنه ما حدش يستطيع أن ينكر أنه القوى السياسية الوحيدة اللي كانت على الساحة أيام مبارك كانت أيضا هي الإخوان المسلمين. هي القوى الوحيدة اللي كانت موجودة بفاعلية على الساحة، وأنه البديل الوحيد كان لمبارك كان هو التيار الإسلامي. ما هو ده يعني ما هو دي كانت فالساحة خالية يعني ما يعني دي تربيطات يعني. هل سياسية. ذنبهم ان الساحة خالية ما فيهاش اي قوة منافسة؟ ذنب مين؟ يعني ذنب التيارات الإسلامية بشكل عام؟ لا معلش، جماعة الإخوان بالتحديد يعني عفوا، لما ترصد حتى شعار هذه الجماعة يعني أنا تعجبت الحقيقة. أنت بتختار شعار رسما ومعنى يدعو إلى الإرهاب رسميا. السيفين، يعني لو قلنا السلاح سيفين ولا سيف واحد؟ سيف واحد ومصحف أعتقد. لا سيفين عاملين حتى يا أخي الكروس دايما يقول لك ناس هتتخانق ناس تتخانق لو المقص مفتوح يقول لك ايه اللي بيلفت نظرك في الشعار؟ لو قلت السكينة أو الكذا بتقطع التفاحة أو رغيف العيش وقد تقتل، إنما السيف بالتحديد مهمته القتل فقط. ما مش هتستعمله في تخريط الملوخية، لا مؤاخذة عفوا يعني. وكمان الكلمة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به به. نعم. وأحط تحتها 100 خط. عدو الله وعدوكم. لو هم بيعتبروا كل المجتمع المصري مسلميه ومسيحييه عدو الله وعدوهم، إذن هم يرهبون هذا المجتمع
يرهبون هذا لكن المجتمع. في ادبيات الجماعه انه فكره الخلافه اللي عندهم ان عدوهم ليس داخل ديار الاسلام لكن خارج ديار الاسلام. ازاي وانت بتطلع بالسيف قدام الاتحاديه وقبلها بيوم واحد بيطلع المتحدث الرسمي صوته وصوره للسيد محمود غزلان بيقول احنا رايحين بكره نهد الخيم عند الاتحاديه بالقوه، ويروحوا بالسيف ويتصوروا بالسيوف وبالمنشار ويكسروا فعلا الخيام ويعذبوا الناس. السيد السفير السابق السيد محرز اللي عذبوه سفير مصر في سنغافوره والاخ جوزيف اللي كان عاريا وعذبوه الدم نازل. يعني الارهاب عقيدتهم، العنف عقيدتهم، لانه السيف لا يستعمل غير في كده. احنا في القرن الكام عشان تتحدث بالسيوف وتستعمل السيوف؟ لكن القضيه دي يعني قيد التحقيق الان اعتقد. دي مش حكايه قضيه، انا بتكلمك على شعار، على شعار وعقيده. الشعار هو السيف الذي يستعمل للقتل، ليس له اي استعمال اخر في هذا العصر في هذا القرن، وللارهاب. ترهبون به، ترهبون به. شعار السعوديه من غير يعني من غير ما يكتبوا ويعدوا ولا حاجه، لكن سيفين ايضا. يعني انا في فتره من فترات كانت سويسرا معترضه على هبوط الطيارات السعوديه اللي عليها هذا الشعار، لكن يبدو يعني لمصالح اقتصاديه قالوا خلوها يعني. يعني السيف يدعو لايه؟ ما هو ملوش اي، مش هيتعمل كمانجا فجاه مثلا فتبقى مشاعر رقيقه. هو يدعو الى العنف. فاحنا في هذا القرن بتقتحم جريدة الوفد وجريدة الوطن وتحاصر المحكمة الدستورية العليا. وايه بقى؟ ادينا اشاره نجيبهم في شكاره. يعني حتى عفوا انا اسفه انه شعار رخيص كان بيستعمل في سينما المقاولات على لسان العصابه في الفيلم، اللي هو يقول لك العباره في الدباره والفله في الفانيلا والفيل في المنديل. يعني ايه يتقال عن القضاه القاضي في المحكمه الدستوريه العليا اللي هو يعتبر رجل الله على الارض لانه يحكم بالعدل، فيتقال له ادينا اشاره نجيبهم في شكاره؟ ما هذا العنف؟ انت في عصر العنف والتحرش بالقضاه، تحرش بالاعلام، تحرش بالمراه، تحرش بالاطفال، تحرش. لما يبقى هل تعتبري القضايا المرفوعه كتير ضد بعض الفنانين والكتاب والاعلاميين مثلا تعتبريه التحرش بالرأي طبعا او الحريه؟ طبعا يعني لما يبقى في تهديد لاعلاميين زي مثلا باسم يوسف، وانا بحييه الحقيقه جدا وحزينه انه هيغيب عننا شهر. ما تغيبش النبي يا باسم كتير، ويا رب ارجوك تكرر تاني وطني حبيبي قطري حبيبي الاخ الاصغر، لانه ابكاني الحقيقه، ابكاني لما استمعت للاوبرات باسلوب باسم. فلما يبقى في تحرش بالاعلام ويطلع وزير الاعلام عفوا بلاش، ادينا افتكرنا اهو بالمناسبه لسه امبارح لما يتحرش بالسيده ندى محمد وزير الاعلام على الهوا قدام الكاميرات. يعني حتى يا اخي ولا جنتلمان ولا انسانيا ولا نخوة انه تقال مثل هذه الكلمة. لو هو معتاد لسانه عليها وبيقولها في حياته الطبيعية، لانها ما تطلعش منه عفوا كده عفوية من غير ما يكون معتاد عليها. عامة يعني الموقع الاخباري اللي هي بتتبعه قالوا انه يعني لو في اعتذار رسمي ومعلن يعني اوكي ما فيش، احنا هنرفع قضية يعني وحاجة زي كده. لكن انت بتعتبر ده تحرش يعني؟ مش بنتحدث عن اتنين جيران ولا اتنين اصحاب. انت تتحدث عن وزير اعلام، وعفوا اصلا هو غير دستوري وجوده. يعني ليه غير ما دستوري؟ ينفع، لانه الدستور الجديد اللي جماعه الاخوان حطوه اللي انا طبعا مش موافقه عليه، مكتوب انه ما يبقاش فيه وزير اعلام ولا وزاره اعلام، انها تبقى مؤسسه زي BBC، انه الاعلام يتحول ملوش رمز كوزير. فهو اصلا وجوده دلوقتي غير شرعي اصلا. فانا مش عارفه ازاي انت الحقيقه بتطلب انك تحترم القانون وانت تخالف القانون من اول الرئاسه والرئيس مرورا بكل المسؤولين، رئيس وزراء، عفوا كل اللي بيتعاملوا. طيب احنا هنكمل حوارنا، نتمنى ما تكونش اخر حلقه يعني. ده ليه ولا ليه؟ طيب احنا كان في اتصال ما اعرفش في الكنترول.
معانا الأستاذ محمد أبو سمرة الأمين العام للحزب الإسلامي. أهلا بيك أستاذ محمد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك وبضيفتك الكريمه وبمشاهدينك الكرام. أهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. حضرتك يعني إذا كنت متابعنا وعايز توجه يعني رسالة ما أو كلمة ما للفنانة آثار الحكيم، فأهلا بيك، أو إن احنا نسألك مباشرة فيما يتعلق يعني بالموضوعات اللي نتكلم فيها يعني. والله تحت امرك، الاثنين سيان. طيب انا اسال حضرتك، يمكن انا سالت الفنانه آثار الحكيم هل فيه يعني تعارض ما بين الدين والفن كما يصور البعض، او ان هناك يعني تناقض دائما ما بين الشريعه والحضاره مثلا. فحضرتك امين عام للحزب الاسلامي، يعني موقفكم انتوا ايه حتى كحزب من الفن ومن حريه التعبير ومن الفكر الحر ومن الابداع؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. لمن لا يعلم انه الاسلام من اسباب انتشاره في كثير من الامم اهتمامه بثقافات هذه الامم وترجمتها الى اللغه العربيه وانها الفنون والثقافات، حتى انه في كتاب اغاني الاصفهاني انه انا بتكلم عن الفصيل، لان في جزء كده عايز اعلق على الاستاذه آثار، بس هتكلم الاول وبعدين اعلق. انه تيار الجهاد يعتبر كل الناس تعتبره التيار الاشرس في تاريخ الحركات الاسلاميه لما شابه السلاح والقتال والكلام من ده. للعلم انه اول تيار اعتمد على الفن في دعوته هو تيار الجهاد. اول من استخدم الاناشيد الحماسيه منذ 40 سنه الجهاد ومقاومه المحتل، كان في فلسطين او في افغانستان ضد الروس. ثم هو اول من استخدم فن التصوير السينمائي في نقل بشاعه ما يحدث في البوسنه والهرسك وعلى يد الامريكان وقبلهم الروس وفي كل مناطق العالم في الشيشان وغيرها. فالفن ليس عدو للاسلام كما يخيل البعض، ويستخدم بعض اراء المتشددين في تحريم التصوير وتحريم الغناء وتحريم كذا وكذا وكذا. الكلام ده عاري عن الصحه. احنا بنتكلم عن الفصيل الجهاد. يعني انتم عفوا ضد مثلا تغطيه وجه تمثال ام كلثوم، ضد نزع راس تمثال الدكتور طه حسين في المنيا؟ لا، كل الكلام ده بيدل على انه الثقافه عند هؤلاء ضعيفه، لان مش دي القضيه الام. احنا عندنا قضيه اهم، هي قضيه النهوض بهذه الامه، قضيه الحاكميه. ازاي اقيم شرع الله في اولى ثم اولى ثم اولى. ام كلثوم ايه وبتاع ايه؟ دي مش قضيه هتقيم امه. وريني اول من المنهج بتاعك والبرنامج بتاعك، ولو قلت لي الغي كل شيء هلغي لو انت نجحت في هذا البرنامج. ما يا استاذ محمد معلش بقى انا بقطعك يعني انت في البدايه كان كلامك كده مبشر، لكن دلوقتي دخلت ام كلثوم ايه وبتاع ايه، يعني كما لو كنت يعني لا تضع اعتبارا يعني حتى للفن اذا كان هناك من سيطبق شرع الله من وجهه نظرك، كما لو كان شرع الله ضد الفن يعني. لا انا قصدي ايه، تغطيه الاهتمام بتمثال ام كلثوم وكأن ده اللي دمر الاسلام. انت فين؟ انظر الى التكنولوجيا، التطور، استخدم كل هذا التطور العلمي والثقافي لصالح دينك. النهارده الثوره المصريه قامت بايه؟ اكتر ناس بتستخدم النت النهارده، خش كده شوف الاسلاميين الجهاديين، المواقع النت، ومش في زي ما بيقولوا في اشياء سيئه، بل بالعكس. ربنا عز وجل اعطانا عقل. لو عايز يعلق، فالفن ليس بالصوره اللي اساءوا اليها وخيلوا ان الاسلاميين بيعادوها، لا مش بالصوره دي. فن محترم زي اللي كنا بنشوفه للاستاذه آثار الحكيم في ادوارها، وانا اشهد لها برغم خلافي معاها في الافكار السياسيه، لكن اذكر لها من 5-6 سنين كانت مستضافه في برنامج وكانوا بيهاجموها ليه بترفضي ظهور دعوريه وكده، وده فن كان ردها منطقي وجميل جدا. انا راجل جهادي كنت بتفرج. احنا بنتابع كل شيء. طب تعليق حضرتك ايه على يعني ارائها السياسيه اللي بتقول مختلف معاها؟ ايه نقاط الاختلاف بينك وبين فنانة آثار الحكيم في يعني موقفها من القضايا المطروحه على الساحه يعني؟ مع كامل احترامي لكل المخالفين لينا، واحنا الجهاديين علاقتنا بكل القوى الوطنيه مفتوحه جدا، لان لنا هدف واحد هو مصر. لكن انا لاحظت ان فيها تحامل شديد جدا على التيار الاسلامي، مع العلم هي حطتنا كثير مثلها من المحترمين بيحطونا في بوتقه واحده.
لا، الفصيل الاسلامي ظهر للعالم الان انه في تيارات مختلفه، التيار السلفي مختلف مع الاخوان، التيار الجهادي احنا مختلفين جدا جدا معاهم، وبنقول كلام اشد مما هم يقولون. بس في فرق بقى، يعني انا معترض عليها في حتتين. ان هي اولا مع كامل احترامي ليها نسب، انه مهما حدث من انهيار الاخوان، فالاخوان جزء من التيارات الاسلاميه، وهو جزء اصيل، ولكنه فقد كثير من شعبيته، ليس لكفاءة اعدائه ومخالفيه، ولكن لفشله بان يلبي مطالب الثوره. فهي بتخسر بكده او بتعادي كل الاسلاميين، مع ان احنا بنحترم اراء مخالفينا. فهناك فرق بين ان انت تعيب على التيار الحاكم، حقك، هو اخطا، حقك هاجمه ويسقط. طيب خليك معانا، يمكن الفنانه اسهر الحكيم اسالها، هل فعلا انت بتضعي كل اطياف التيار الاسلامي في سله واحده؟ لا طبعا، لا طبعا، وانا متفقه تماما معاه، لكن انا اتحدث عن اي كاذبون. ليبراليون كاذبون طبعا مرفوض، يساريين كاذبون، اخوان كاذبون، جهاديين كاذبون، اي كاذب، اي من لا يحترمني ويعد باشياء لحد زي ما قلنا بيتمسكن لحد ما يتمكن ويعمل عكسها، هذا طبعا مرفوض ولا يحترم. طيب كلام، شكرا للاستاذ محمد السمره الامين العام للحزب الاسلامي، شكرا جزيلا. استاذه اسار، اسالك، من فتره قريبه كان فيه اجتماع لوضع ميثاق للشرف الاعلامي، والاجتماع ده كان ضم السيد وزير الاعلام، لكن المشهد لو حبينا نبص له يعني بالتامل، كان موجود عدد من خبراء الاعلام، من اساتذه، كان بيدير الجلسه عميد كليه الاعلام، لكن كان في الموجودين كان في تركيز شديد ربما حتى عند الرأي العام العادي انه يشوف من الناس اللي موجودين للمشاركة في صياغة ميثاق شرف إعلامي المهندس عاصم عبد الماجد والشيخ حازم أبو اسماعيل وعدد من مقدمي البرامج في القنوات الدينية يعني المثيرة للجدل. يعني استوقفك ايه في المشهد؟ استوقفني مين اللي جايب دول؟ يعني هل السيد حازم أبو اسماعيل إعلامي؟ هل السيد عاصم عبد الماجد يعني فقط لأنه مش إعلامي؟ لا، يعني أنت بتجيب اللي شبهي، بتجيب الشلة، بتجيب أصحابنا علشان يحطوا ميثاق شرف للإعلام. طب أين هذا إعلامك؟ أين الإعلام الآخر؟ بما أننا في برنامج الآخر. والحقيقة عفوا، كيف تضع ميثاق شرف وأنت لا تحترم أي ميثاق من قبل هذا الميثاق، من أول بقى زي ما قلنا مواثيق الدستور وميثاق النائب العام وكل القوانين. فكيف أثق فيك؟ أنت عاوز تعمل حاجات علشان أصحابك وعشان الشلة بتاعتك وعلشان الجماعة بتاعتك، لن يعيش، لن يدوم. لأنه زي ما قلنا برضو في أول البرنامج، أنه من حق الجميع هذه الأرض أن نتعايش مع بعض باحترام، بثقة، بضمير حقيقي لصالح هذا، بمشاركة حقيقية، مش بمغالبة أبدا. عمر ما في تيار هيعيش بمغالبة، وأقسم بالله لن يحدث ساعة استقرار واحدة في هذا البلد طول ما في هذه المغالبة وليست المشاركة. طيب. وهذا ليس يعني عفوا ليس يعني تحريض، وليس مراهقة سياسية، وليس كلام إنشاء. هذا بفعل المنطق وبيقين في الله سبحانه وتعالى، إنه أنت هتلف وتدور، الأمور مش هتستقيم. طيب أستاذ أسار، أسألك على الفتنة الطائفية. عفوا كمان قبل، لأنه دي مهمة قوي الفتنة. يعني حضرتك لما ذكرت إنه تمثال أم كلثوم هذا أكبر رمز للفن المحترم. طبعا مقصود هذه التغطية إن احنا هنغطي حتى على الفن المحترم. تمثال دكتور طه حسين أكبر رمز لتحدي الإعاقة كف البصر، وأكبر رمز للعلم، للتنوير.
بالظبط يعني للعلم ان ياخد الدكتوراه بتاعته من السوربون في باريس، وانه يبقى وزير ثقافه هذا البلد. فانت تقصد ايه؟ ومن قبلها بقى عشان ما ننساش ايضا في مجلس الشعب المنحل لما يطلع اللي يقول لك هنغطي تماثيل الاثار بالشمع، ويطلع الاخر وده الاخطر اللي يقول لك هنلغي تدريس اللغات في المدارس. انت بتتكلم عن ايه؟ انت بتتكلم على انك بتطالب بغلق القنوات او الفضائيات الاباحيه وتقليل سن الجواز ل9 سنين والغاء اللغات من المدارس. انت بتطلب حاجات في هذا القرن يعني عفى عليها الزمن. بس اسمحي لي، يمكن يعني من المنطقي انه الرد انه اذا كنا مؤمنين بتعدد الآراء والحرية، فأي حد هيقول عايزين نلغي تدريس الإنجليزي أو عايزين كذا، افترض أن من حقه يعبر عن رأيه بالطريقة اللي هو عايزها. لكن ما دام ده لم يخرج عن كونه ده اللي هينهض بالبلد؟ لا، أنا أقصد أنه لم تتحول هذه الآراء لا لقوانين بتسن ولا شيء. يعني ما في هل في قانون تم سنه مثلا؟ هل في قانون يعني مجرد أن ده يذكر في مجلس الشعب من يمثل الشعب يطلب ده. طب انا اسال حضرتك سؤال، يعني في برلمان مثلا في هولندا، في هناك بس انا مش متذكر اسمه، رئيس حزب يميني متطرف تطرف فظيع جدا، فكان له اراء في منتهى التطرف اوقات، يعني ازاي ندبح المسلمين الموجودين في هولندا دول نرميهم بره. لكن في اسرائيل مثلا حزب شاذ، حزب متشدد جدا ولهم اراء حتى صادمه الاسرائيليين. افترضي انه التركيبه السياسيه عندنا هيبقى فيه هذه النوعيه من الاراء الصادمه. ما تبقاش كل التركيبه السياسيه يعني لو التركيبه السياسيه كلها كده يبقى شكرا، يعني يبقى احنا رجعنا 200 سنه ورا الحقيقه. طب يعني هسألك لو حطيت نفسي، ده كان من ضمن الحاجات، عفوا انا اسفه، الحاجات عماله تسترجع، يعني انه الغاء الكوره. طب يعني حتى سيب الشباب ده اللي كله طاقه واللي يعني مش لاقي يشتغل، واللي انت دمرت تلته 8 مليون مدمن من اول حد بيجرب لحد متعاطي. طب سيبه يطلع هذه الطاقة والوقت الفراغ والما فيش شغل وبطالة ومش عارف يتجوز يطلعها. طب بمناسبة الكرة، ليك رأيك كنت بتثني كتير أو بتمدح التراس الأهلي؟ طبعا هو كل أنا أو كل التراس، أنا مش كتير يعني عندي معلومات عن الجماعات الالتراس وكده، لكن أحيانا آخر حاجة مثلا كان في استاد الدفاع الجوي لما كسروا مثلا الاستاد وكان مباراة للأهلي والأهلي فايز. يعني في حاجات اوقات بتكون مثيره للانتباه، يعني خاصه اذا كان الواحد ما عندوش معلومات. يعني دي انا اسفه يعني يعني لا اقصد شيء سيء، لكن لو بصينا للصوره بهذا الشكل السطحي هقول لك لا عيب ما يصحش. لكن اللي بيخافوا على المنشآت وما يخافوش على الارواح، اللي فاكرين انه الرجاله دول بتوع الالتراس نسيوا قضيتهم ونسيوا شهدائهم. للاسف الشديد شهداء ثوره 25 يناير 2011 لانه ما لهمش ظهر زي شباب الالتراس، لانه ما لهمش الاف من البشر وراهم، فحقوقهم ضايعه. طب ما فيش خوف ان شباب الالتراس يخترق؟ يعني انا بسمع زي ناس كتير مثلا طبعا ان في اختراقات ومن طيارات اللي انت بتنتقديها يعني بيخترق الالتراس يعني حتى دلوقتي قالوا وايت نايتس مثلا زمالك ما اعرفش مخترق من يعني جماعات ايه، والاهلي مخترق من يعني اي يعني محاولات التفتيت الوطن، ما هو ده التحرش. زي ما قلنا نحن نعيش عصر التحرش. هذا أيضا تحرش بأي تجمعات، أي قوة قوة موجودة زي الجيش، زي المخابرات، زي فدي كلها محاولات لتفتيت الوطن والشعب. حضرتك عايزك ترد بكلمة واحدة عشان باقي قدامنا حوالي 10 مهمة قوي الحقيقة. هو أنا كنت هسألك لكن ما فيش وقت، عن هل هي صناعة سياسية ولا واقع موجود فعلا؟ لا يعني طبعا ده كارت سياسي. طيب كارت سياسي. السؤال أخير رد بس يعني بنعم أو لا، هل احنا تحولنا من عصر يعني زواج المال مع السلطة إلى زواج المال مع الدين؟ والمال والسلطة والدين الثلاثة. شكرا للفنانة الكبيرة أستاذة آثار الحكيم، وشكرا للسادة المشاهدين، ونلتقيكم الاثنين القادم وحلقة جديدة إن شاء الله لنا ذلك مع الآخر. بالظبط.